سمعت الصوت ده قبل كده؟ وأنا مكتومة؟ أو صوت صفارة عالي بيزيد مع الدوسة؟ ده مش صوت قوة، ده صوت استغاثة. تبص في المراية تلاقي سحابة دخان أزرق نازلة من الشكمان، والعربية سحبها ضاع كأنها بقت 1000 سي. ليه ده بيحصل؟ التربو بيشتغل في ظروف جهنمية، حرارة بتوصل ل 900 درجة مئوية، وسرعة دوران بتعدي 200 ألف لفة في الدقيقة. القاتل الأول للتربو هو الجوع. نقص الزيت أو لزوجته الغلط بتخلي المحور المعدني يحتك بالسبائك بيرينجز. النتيجة دمار. مش بس نقص الزيت القديم المتسخ بيتحول لصنفرة سائلة بتآكل السبايك بدقة. والغلطة الكبيرة إنك تبطل العربية فوراً بعد مشوار طويل. ده بيخلي الزيت يتحرق جوه التربو ويسد المجاري أويل كوكينج. عشان تحافظ عليه، دقيقة تسخين في الأول ودقيقة تبريد قبل ما تبطل. آدي الزيت فرصة يوصل ويبرد السبايك. ما تسترخصش في الزيت والفلتر. التربو محتاج زيت تخليقي فولي سينثيتك عالي الجودة يتحمل الحرارة دي. لما تهتم بالتربو هيديك أداء خرافي، صوت نقي، وعمر أطول للعربية كلها. قولي في التعليقات، عربيتك تربو ولا تنفس طبيعي؟ واشترك في القناة عشان تعرف سر ميكانيكا عربيتك. سلام يا عالمي.